السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم كيكة البرتقال الجميلة الروعة ديت بطريقة يعني ما شاء الله سهلة وبسيطة خالص وما خدتش اي وقت، وطالعة بقى بالجمال والروعة كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندخل بقى على المقادير والطريقة على طول. دي بقى كل المكونات اللي هنستخدمها النهارده في الكيكة بتاعتنا. معايا كوبايتين دقيق، ودي نص كوباية زيت، كوباية الا ربع سكر، اللي حابب يحط كوباية عادي عشان انا بحب الحاجة مش مسكرة جامد، وكوباية عصير برتقان وثلاث بيضات، وده بشر برتقان، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر وربع معلقة بيكنج صودا ورشة ملح والفانيليا. هنحط بقى المواد الجافة دي كلها على الدقيق وننخلهم وهنقلبهم بقى كويس، وبعد كده بقى ايه هنعمل معاكم بقية المكونات. انا كنت نخلة الدقيق يعني ايه قبل كده. هنقلبهم بقى كده كويس. ما شاء الله كانت سهلة يعني ومخدتش اي وقت. انا بقى جبت شفشق الخلاط، هننزل بقى بكل المكونات ديت ايه فيه. هنحط بقى 3 حبات بيض، وهنحط عليهم الفانيليا. انا ما كترتش يعني فانيليا لان هي البرتقال بصراحه كان مديها ريحه جميله خالص، بس انا حطيت يعني شويه كده احتياطي يعني. هنحط بقى بشر البرتقال كمان والزيت. دي نص كوبايه زيت، هي بس الكوبايه مليانه عشان الكوبايه صغيره، وكوبايه الا ربع سكر زي ما قلت لكم، ودي كوبايه عصير برتقال. هنحط برضو معلقه كبيره خل. هنضرب بقى كل المكونات دي مع بعضها ونرجع لكم. هنا بقى خلاص بعد ما ضربتهم كويس حوالي 4 دقايق كده، لما كل حاجه اندمجت مع بعضها هنضيفهم بقى على الايه، على الدقيق. هنقلب بقى كده كويس لحد ما يبقى الخليط بتاعنا ايه جاهز يعني. هنا بقى بعد ما ضربتها خلاص والخليط بتاعنا بقى جاهز، هنقلبها بس كده بالاسباتيولا عشان لو في مثلا دقيق ولا اي حاجه ساعات بتبقى راكنه تحت، عشان نتاكد بس ان كل حاجه ايه اتقلبت كويس. كده بقى جاهز. بقى هنجيب بقى الايه القالب اللي احنا هنسوي فيه او الصينيه يعني. انا بحب بصراحه اعملها في الصينيه دي، بتبقى شكلها يعني جميل خالص في النهايه. ممكن بقى انتوا تحطها يعني في الصينيه اللي تريحكم، اي حاجه يعني موجوده عندكم. ننزل بقى بالخليط بتاعنا. بصراحه الريحه كانت ماليه البيت من غير قبل ما ندخلها كمان الفرن. ريحة البرتقال يعني بصراحة كانت جميلة خالص. هنا بقى بقت جاهزة، هزيتها بس كده ايه خبطة كده على الرخام عشان لو فيها يعني هوا يطلع. هندخلها بقى الفرن. انا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، قعدت حوالي نص ساعة. ما شاء الله واخدة اللون بقى الجميل ده وطالعة بقى مستوية خالص. اختبرتها كده بالخلة. هنا بعد ما سبتها كمان شوية بردت. فين يعني الجو برد والحاجة بتبرد يعني بسرعة. هنقلبها بقى معاكم على الصينية. سهلة يعني خالص، ما كانتش لازقة ما شاء الله يعني. انا كمان بنوريكم الصينية من جوه، واخدة كمان لون ذهبي كده جميل. بصراحة كانت روعة وطعمها جميل وريحتها كانت مالية الشقة. هنا زينتها كده بشريحتين برتقال، وهنقطعها بقى معاكم. ممكن اللي حابب يعمل لها يعني صوص برتقال، بس انا ما حبيتش بصراحة. بتعمل يعني بعصير البرتقال كده والنشا، وتحط على النار ويترش عليها.
بس انا حباها يعني سادة كده احسن. بقول لكم بقى انها من جوه ما شاء الله هشة خالص، واخده كمان اللون الاصفر بقى ده من بتاع البرتقال ده من جوه. بصراحة يعني كانت روعة خالص، وطعمها وريحتها كانت تحفة. بتمنى بقى ان شاء الله حبايبي الوصفة تعجبكم وتجربوها. بوريكم كمان ان هي من جوه ما شاء الله واخده يعني لون جميل خالص من بره ومن جوه. ان شاء الله بقى الوصفة تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.